السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا القرص الطرية. هنعمل بالظبط من كيلو ونص 30 قرصة حجمها كبير، وكمان بكوباية واحدة بس من السمنة على زيت. تابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله هتستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا نشوف القرص اتعملت إزاي. اول حاجه كده انا هنزل فيه كوبايه واسعه بنص كوبايه من الميه، معلقه من السكر، وباكو من الخميره الفوريه، وهغطيها كده واركنها على جنب لغايه ما تختمر معايا. في بوله كده واسعه هنزل بيه كوبايتين من اللبن او الحليب السائل، وعليهم كوبايتين من الميه يكونوا دافيانين. طبعا ممكن تستخدمي كل المواد السائله حليب. كوبايه ونص من السكر ومعلقه صغيره من الملح، وهقلب كده كل المكونات دي مع بعضيها لغايه ما يدوب معايا السكر والملح تماما. هنزل بكيلو ونص من الدقيق جميع الاستخدامات، او يكون دقيق طبعا للمعجنات او المخبوزات بيكون افضل بكتير. واحاول كده طبعا ادخل كل المكونات السائله مع الدقيق بالشكل ده. هجيب بقى الخميره اللي انا ركنتها على جنب وخمرت معايا وعليت، وهنزل بيها كده كلها على العجين ويقلب بالشكل ده. طبعا انا كنت نسيت معلقه صغيره من البيكنج باودر، انا حطيتها. وهستخدم هنا كوبايه واحده بس من السمنه الا ربع، وهكمل الربع الاخير بالزيت. وهنزل كده، وطبعا هدخل كل المواد مع بعضيها، السمنه مع العجينه بالشكل ده لغايه ما يتوه معايا السمنه كلها جوه العجينه. ده القوام اللي انا عايزاه، طريه جدا وناعمه، ويعني تقريبا بتلزق في الايد شويه. انا هغطيها بقى كده بكيس نايلون وهحطها على جنب كده واسيبها تختمر كده. يعني لو الجو عندك حر هتخمر على طول، فممكن تاخد ساعه مثلا. بعد ما خمرت ده الشكل النهائي بتاعها. ما شاء الله العجينه مختمره كويس جدا. انا هجيب بقى الصينيه او الصاج بتاعك وهتدهنيها بالزيت. انا هاخد حته كده الاول من العجينه، يعني قد كده البرتقانه الصغيره بالشكل ده، واحاول ادخلها كده جوه بعضيها بعد ما اكون طبعا دهنت الصاج او الصينيه بالشكل ده. انا هعمل كذا واحده كده، وبعد ما اعمل كذا واحده كده هبتدي افرد فيهم. وهتتفرد معاكي بسهوله، لانها طبعا العجينه زي ما انتم شايفين يعني خمرانه للاخر. هعمل كذا واحده وهفردها بالشكل ده. هعمل كل الكمية، وطبعا انت ممكن تدهني الصينية بالزيت، وممكن كمان ترشي رشة دقيق، مفيش مشكلة. وهتفردي بالشكل ده، بس اهم شيء تكوني عاملة يعني فراغات ما بين كل قرصة والتانية، لان طبعا هيتضاعف حجمها وهتزيد بعد كده. طبعا انا كده برش الصينية بالدقيق، ودي تقريبا كانت اخر صينية. هخلص طبعا كل الكمية، وبعد كده انا اسيبها تخمر برضو في مكان دافي شوية كده لغاية ما يتضاعف حجمها. تمام، ده شكلها كده بعد ما خمرت. هدخلها فرن بقى على طبعا اعلى درجة في الرف قبل الاخير، درجة عالية من النار. واخر 3 دقايق كده هشغل الشواية، هتطلع معايا بالشكل ده. ما بتاخدش يعني 12 دقيقة، يعني 10 دقايق من تحت ودقيقتين او 3 دقايق من فوق. ده شكلها النهائي، طرية جدا. عملت معايا 30 قرصة، حجم كبير، طرية وطعمها جميل جدا. ممكن تغمزي بيها الجبنة، ممكن تحطي فيها يعني تحشيها، ممكن تتاكل حاف كده زي ما هي. طعمها جميل جدا. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.